بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الاندومي بطريقه سهله، ومش هنشتري الاندومي من بره، هنعملها في البيت بطريقه بسيطه. بس قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. احنا حطينا دلوقتي الميه اهي ماشي. هنحط بقى ايه المقادير اللي هقول لكم عليها. هنحط شويه زيت، هنحط مرقه دجاج، حطينا مكعبين مرقه دجاج، هنحط كمان شويه ملح، ونسيب بقى الميه تغلي. مش هنكتر طبعا في الملح عشان مرقه الدجاج فيها ملح ماشي. بصوا كده مرقه الدجاج والميه اللي احنا حطيناها والحاجات اللي حطيناها غلت ازاي. هنجيب بقى المكرونه ونقسمها ايه اللي هي سباكيتي، نقسمها ايه نصين ماشي كده اهو، ونسيبها بقى تستوي. وهنحط شويه كمون ونيجي مع بعض. احنا حطينا شويه كمون كمان اهي ماشي. هنقلبها بقى ونسيبها تستوي ونيجي مع بعض. احنا حطينا كمان شطه ماشي كده، تبقى عامله زي الاندومي بالظبط. اللي عاوز طبعا الشطه طبعا سبايسي، فاللي عايز حراق بيحط ماشي. هنقفل بقى ونيجي ايه نوريكم التقديم. دلوقتي بقى هنحط مع بعض كده ماشي. هنحط الاول المكرونه في الطبق، خلصنا طلعنا المكرونه. هنحط بقى الشوربه بتاعتها. بصوا هنحط بقى الشوربه، بصوا زي الاندومي بالظبط ازاي ما شاء الله. ده المنظر بتاعها، وبألف هنا وشفا.